بعد خروجه من كأس العالم هذا المدرب يدخل إهتليك. بدأت إدارة نادي الزمالك في توسيع دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، وذلك بعدما توقفت المفاوضات مع المدرب البرتغالي سانتوس والذي انتقل لتدريب نادي الكويت الكويتي. وكشفت مصادر من داخل الزمالك أن المدير الرياضي جون إدوارد يواصل حاليا دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب. ووفقا لتقارير إعلامية صادرة اليوم، بيأتي المغربي جمال السلامي المدير الفني السابق لمنتخب الأردن ضمن الأسماء المطروحة وبقوة لتولي مهمة تدريب الزمالك خلال الموسم الجديد، وذلك عقب رحيله عن تدريب منتخب الأردن عقب الخروج من الدور الأول للمونديال الحالي. وأضاف المصدر أن إدارة الكرة لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن في ظل استمرار المفاضلة بين أكثر من اسم. وأشار المصدر إلى أن معتمد جمال لا يزال خيار مطروح لقيادة الزمالك بشكل مؤقت خلال الموسم القادم، وذلك في حال تعثر المفاوضات مع أي مدرب أجنبي دون أن يتم التوصل معه رسميا حتى الآن.